السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لهذا الفيديو هي كاري لحم بالبوتيتا. طبعا تقدرون تسوون الكاري إما مع اللحم أو تقدرون تسووه من الدجاج. تابعوا الفيديو للنهاية حتى نشوف شلون راح نسوي الكاري. وطبعا مع الكاري لازم تمن، يعني لازم تمن، ضروري تمن، لأن الكاري ما ينكل بدون تمن. أول شي عندي هنا كيلو من اللحم. طبعا أكو بلحم بعظم وبقطع هبر. بالبداية غسلت اللحم كل زين، وهسه راح أضيف له المي وأضيف له ورق غربس والملح، وأخلي الطباخ بس يفور أو يغلي اللحم. راح أشيل الزفرة من عنده وبعدين أخليه يكمل استواء. وإذا كنتوا مستعجلين على الطبخة تقدرون تخلون اللحم جدر البخار، هم أسرع بالطبخ، وهم يعني كوقت أو توفير للغاز. هنا أنا خليت 3 ورقات من الغار، نص ملعقة كبيرة من الملح. هسه راح أشيل الجدر وارفع على النار. بس يستوي عندي اللحم راح نجي نكمل. على ما يستوي اللحم راح نجي المكونات الكاري. عندي هنا 4 حبات بصل حجمها صغير، عندي 3 حبات من البتيتا أو البطاطا. طبعا يفضل يكون نوعية البتيتا الزينة، ما تكون من هاي اللي تذوب بالمي أثناء الاستواء. راح أقطع البصل بهذا الشكل، راح أقطع قطع متوسطة، لا صغيرة ولا كبيرة مثل ما واضح قدامكم بالفيديو. طبعا الكاري يعني يكون بيه شوية كمية بصل زايد، يعني ما أخلي حبة بصل حبتين بصل، هو الكاري يصير بالبصل يعني. هسه راح أقطع البوتيتا بهذا الشكل، أقطعها مكعبات تكون شوية كبيرة، أكبر من حجم وسط تكون مكعبات البوتيتا. وإذا ردتوا تصغرون حجم مكعبات البوتيتا بكيفكم. أنا أقطعها بهذا الشكل. هذا حجم مكعبات البوتيتا. وراح أكمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. طبعا هنا اللحم تقريبا كمل استواء. هنا كملت البوتيتا والبصل. راح نجي نطبق الكاري أو نطبخ الكاري. عندي بالجدر خليت زيت، كمية زينة من الزيت، ما يعادل نص كوب زيت. بالبداية راح أضيف البصل، أحمس البصل هيك أقلبه تقلبتين 3 بالزيت، وبعدين راح أرجع أضيف البوتيتا للبصل ونرجع نقلبهم سوا، وبعدين نرجع نضيف البهارات للبصل والبوتيتا. بالنسبة للبهارات طبعا المكون الرئيسي لهاي الطبخة هي الكاري. إذا بهارات الكاري ما موجودة عندنا، هاي الوصفة ما تعتبر من وصفات الكاري. راح أقلب البصل تقلبتين 3، بس يذبل عندي البصل شوية راح أرجع أضيف له البوتيتا وأحمس البوتيتا مع البصل. ما أريد البصل ياخذ عندي لون أو ينحمس زايد، بس مجرد ذبل البصل راح أضيف له البوتيتا مباشرة. هنا أنا ذبل عندي البصل، راح أضيف له البوتيتا وأحمس البصل ويا البوتيتا سوية. نضيف البوتيتا بهذا الشكل. وأكو ناس يقلون البوتيتا تاخذ اللون الذهبي ويرجعون يضيفوها للبصل ويضيفون اللحم ومي اللحم للبوتيتا ويخلوها تكمل استواء. أما بالنسبة إلي أنا أحب أحمس البوتيتا ويا البصل حمسة خفيفة كلش كافي. بعد ما حمست البوتيتا مع البصل راح أرجع أضيف البهارات. عندي هنا ملعقة كبيرة من الكاري ضفناها بهذا الشكل، وراح أضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من السبع بهارات. وبالنسبة للملح راح أضيف كمية قليلة من الملح، لأن نراعي اللحم بملح أو مية اللحم يكون بها ملح. وضفت ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، وأقلب البهارات مع البوتيتا والبصل بهذا الشكل، أحمسهم سوية. طبعا وأني أحمس الكاري البوتيتا مع البهارات، الريحة ما شاء الله عبت البيت، طلعت لي البناية اللي يجي من برا يقول شنو هاي الريحة. هسه راح أضيف اللحم للبوتيتا. طبعا اللحم عندي مستوي كلش، أنا أحب اللحم يستوي عندي استواء زايد، يعني ما أحب اللحم يكون هيجي قاسي.
راح اضيف اللحم بهذا الشكل للبوتيتا واغطيه الجدر واخلي يستوي او تستوي البوتيتا، وبعدين ارجع اضيف المعجون. في حال اذا ضفت المعجون بالبداية والبوتيتا ما مستوية، البوتيتا راح تصير عندي قاسية ما راح تستوي. فاني طريقتي اخلي البوتيتا تستوي تقريبا 3/4 الاستواء، وبعدين ارجع اضيف المعجون. عندي هنا ملعقتين كبار من معجون الطماطة، خليت عليها شوية مي وذوبت المعجون بهذا الشكل وضفته للكاري. احركه بهذا الشكل واخلي يغلي المعجون ويا البوتيتا 5 دقايق والكاري يصير جاهز عندنا. راح اجي اشوف البوتيتا شلون مستوية قبل ما اضيف المعجون. انا ضفت المعجون شفت البوتيتا شلون مستوية بس ما صورتها، هسه راح اراويكم بالتصوير. بهذا الشكل اخذ قطعة من البوتيتا، بس شفتها بهذا الشكل قدرت اقطعها بكل سهولة، معناها البوتيتا مستوية عندي. مباشرة اضيف لها المعجون 5 دقايق والكاري صار جاهز عندنا. هسه نقول بسم الله ونبدي نصب الكاري. طبعا طعم هاي الوصفة لا يقاوم، اني بالنسبة لي من احب الوصفات على قلبي. الكاري مع البوتيتا او ان كان باللحم او بالدجاج اثنيناتهم واحد اطيب من الثاني. انا كملت هنا طبق الكاري او صحن الكاري صار جاهز. جهزت طبق التمن، حبيت اقدم التمن بهذا الشكل. وهنا راح نجي نشوف شلون اللحم مستوي والبوتيتا شلون مستوي عندنا. طبعا بالنسبة للحم انا احب اللحم يكون مستوي كلش، والبوتيتا عندنا همينة مستوية بشكل كل زين. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوني من اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الوصفات اللي ننزلها من خلال مطبخ ديلارا.